واحد من كام يوم بيقول والله أنا لسه خارج من المقابر حالا، كنا بندفن واحد ماشي، وبعدين بيقول له أخت صممت إن هي تدخل عند المقابر وتقف على قبر أخيها وإحنا بندفنه. حاولنا معاها يا ست ما ينفعش، يا ست ما ينفعش تقفوا كده. قالت لا هخش. بقول لك عملنا معاها جميع المحاولات، قالت لازم أدخل. دخلت. بيقول بعد ما انتهينا من دفنه وقبل أن ندعو له، تخيل بالله عليك المشهد، قبل ما ندعي له وقفت على قبر أخيها ونادت بأعلى صوتها وقالت يا رب إن هذا أخي قد ظلمني ظلما ولن أسامحه، فاللهم انتقم منه الآن وهو بين يديك، فاللهم انتقم منه الآن وهو بين يديك. ليه؟ أكل حقها. هتعمل إيه؟ مش تقدر تعمل حاجة. ده أختي يا شيخ، هتسامحني، صدقني هتسامحني. ده أختي دي بتحبني، ده أختي دي بتخاف عليا. والله ما هتسامحك، والله ما هتسامحك، ولا بقسم لك بالله. انت عارف يوم القيامة الله عز وجل ماذا يقول؟ قول معايا انت بقى بالله عليك. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من ايه؟ انت اللي قلت مش انا. شوف ربنا يقول لك ايه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الصحابة في تفسير هذه الآيات يتمنى كل عبد من العباد أن يكون له مظلمة عند أقرب الناس إليه في يوم القيامة حتى ولو كانت من عند أمه أو أبيه. يقول لك تيجي يوم القيامة تتمنى إن أبوك يكون ظلمك وأمك تكون ظلمتك علشان تاخد حقك منهم يوم القيامة، وتيجي تقول له أختي هتسامحني؟ ده أنت كده بتحلم. سامحني في اللفظ. يبقى أعمل إيه يا شيخ؟ أنت ظلمت في الدنيا ولسه ربنا مديك صحة وعافية وعايش رد المظالم إلى أصحابها. ادي أختك حقها وادي أخوك حقه وخلوهم يسامحوك علشان ربنا يسامحك، علشان لما تيجي بين ايد ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني ولا دنيا نفعة ولا مال نافع ولا أولاد نافعين ولا بيت نافع ولا عقار نافع ولا غيط نافع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب